دي ما بقتش عيشه. لما انت لازم تشوف لك حل. انا زهقت ومش قادره استحمل. زعقي يا رحاب، زعقي. ما ده اللي انت محافظه عليه من ساعه ما اتجوزنا، الصوت العالي والريموت كنترول. اتفضلي. ايه انت كمان مش عايز نتكلم؟ لا ده انا هتكلم واتكلم واعلي صوتي واسمع الجيران وجيران الجيران. لا هاتي الجيران، هاتي. انا ما عنديش حاجه اخاف منها. زعقي ولمي لي الجيران. اما هي عوايدك يعني هتشتريها منين؟ وادي جديده. اتفضلوا اتفضلوا يا بهوات. اتفضل. اهلا وسهلا. ازيك يا حاج مجدي؟ اهلا وسهلا. اتفضلوا. اهلا. ازيك يا ام شيماء؟ اتفضلي. اتفضلوا. اهلا وسهلا. اهلا اهلا. حلو. سي حلو. اوكي. قبل ما نبدا مؤتمر الفضيحه الزوجيه رقم 314، احب ارحب بالساده الضيوف اللي منورنا. نقفل الموبايلات لو سمحتم. وانا مستغرب الحقيقه ان انتوا جيتوا مع بعض كده في ميعاد واحد، ولو ان الخناقه بدا قبل ميعادها النهارده. طيب في اسئله؟ اتفضل يا فندم. محمد صلاح في الدور السابع. الدور السابع؟ انت جوز مدام اعتدال؟ بالظبط كده يا فندم. اخبارها ايه؟ ما جاتش معاك ليه؟ لا بس هي راحت تجيب حاجات من اخر الشارع، وبعدين هتبقى تتفرج في الاعاده في التلفزيون. لا تتفرج على العاده في التلفزيون ليه؟ دي ممكن تتابعنا دلوقتي لان احنا صوتنا جاي باخر الشارع. منوره يا اعتدال. اتفضل يا استاذ اتفضل. كنا عايزين نعرف اسباب الانفجارات اللي بتحصل يوميا يا فندم. لا انفجارات ايه؟ انا انفي الكلام ده. دي حضرتك بتبقى حوادث فرديه. يعني مثلا النهارده كان في طاجن باميه في الفرن اتحرق، عمل انفجار بسيط، ودي حاجه نادره جدا بتتكرر كل يوم. طب معلش، السؤال موجه للزوج، هل في اتجاه للتسويه؟ لا استنى، ايه اللي موجه للزوجه؟ انت تحب انا اوجه سؤال لزوجتك؟ انا جاوبك عن التسويه. لو قصدك انها بتسوي حاجه غير الباميه اللي اتحرقت، لا يا فندم، احنا عندنا التونه بتتحرق. لا تعليق. انا ارفض ان انا ارد على السؤال ده. ما هو انا يا بيه لو اعرف مواعيدك كان زمانك رجعت لقيت الاكل جاهز. لا بس ثانيه واحده. ايه اللي هي ايه؟ في ايه؟ هي شعارات؟ لا انا اديكي شعار حالا. مش هاكل اكل ريحته شياط، عاش الشيبسي والبقسماط. يا لهوي ده جاب جاز. الا لما حد عطس حد. اتفضلي يا فندم سؤالي. نسرين الزيات، جارتكم في الدور الأرضي. احنا بنسمع عن حوادث اختراق للحدود، هل فعلا في اختراق للحدود؟ لا عشان هي يعني احيانا بتسمعيها تقول الزم حدودك لا مفيش اختراق. لا في اختراق للحدود، وكان في مناوشات اوقات كتير جدا وكانت بتقعد بالساعات. انا مش عارفه ليه، مع ان كل حاجه كان بيطلبها مني كنت بعملها له. محدش عبرك يا خبر ابيض. في واحده سقفت. دي صاحبتك واكله اصلا انت جايباها. يا رب ما تحطيني في الموقف ده ابدا. احراج. طيب يا جماعه في اسئله تانية؟ اتفضلي يا فندم اتفضلي. مروه شلبي من الشقه المفروشه. ايه ده؟ انت معانا في العماره من زمان؟ يا فندم. شوكت. اتفضلي. جرى ايه؟ اتفضلي يا حبيبتي وقولي سؤالك باختصار. بالنسبه لمشكله اللاجئين، ايه الاجراءات اللي هتتخذ؟ ما فيش لاجئين. لا احنا ما عندناش، لم ولن يكون عندنا لاجئين. لا الحقيقه بقى ان احنا عندنا لاجئين، صحاب ولاجئين عندنا طول النهار في البيت. انتوا مش اغراب. انا حاولت كتير اعمل مذكره تفاهم بس مفيش فايده. لا لو هنفتح ملف اللاجئين يبقى نفتح بقى مامتك وباباكي وخالاتك وقرايبك اللي لاجئين عندنا في البيت طول الوقت عاملين اعتصام. خلاص يا جماعه مفيش لاجئين. ايوه كده. السؤال اللي بعده. اتفضل. في شائعات متداوله يا فندم انه هيتم اعلان حاله الطلاق. لا انا ما احبش بقى الافواره بتاعت الاعلام وحاله الطلاق. وليه كده؟ ليه نتاجر بمشاكل الناس بالشكل ده؟ احنا الوضع مستقر جدا والحمد لله، يعني بنمارس اقصى درجات ضغط النفس، قصدي ضبط النفس. فله البيت فله يا اخوانا ما شاء الله، ما توصلش للطلاق والكلام ده. لو انها فكره لطيفه طلاق دي. شوكت اخصى عليك. ايه ده؟ هو انت حاطط الاغنيه بتاعتنا رنت موبايلك؟ ما انا امبارح بقى لقيتك مطلعه الالبوم بتاع الفرح على الكومودينو، فافتكرت ايام زمان وكده. انا كنت بتفرج على الصوره اللي بنطلونك كان مقطوع فيها دي. ايوه انا شفت اللي بعدها، اللي هو انا كنت بلبسك التورته في كتفك. يا شوكت ده زي ما يكون امبارح. لا حبيبتي، امبارح ده كان بوكس في كتفك يعني. لا بس كتف قانوني محبه يعني. يا حبيبي وانا اقول وارم ليه؟
رحاب، انت اجمل ورم في حياتي. بصي بصراحه انت استحملتيني كتير. انت فعلا الام والزوجه والصديقه. لا ثانية واحدة. لا أنا كنت شغال بكمل. عايزين تروحوا ولا إيه؟ دقيقة. رحاب، ربنا ما يحرمنا من الهبل ده يا حياتي. امين يا رب. بالنسبة للأستاذة بتاعت الشقة المفروشة، يا ريت تسيب رقمها في الكنترول. ممكن نسقف؟